تخيل نفسك داخل تشتري حاجة من على موقع معين، وفي نفس اللحظة في حد دخل يشتري نفس الحاجة دي أو المنتج ده بنفس الكرايتيريا بتاعتك في نفس الثانية. تفتكر انت اللي هتختاره او انت اللي هتشتريه ولا الشخص التاني ده؟ دي حاجة مهمة جدا في بناء أنظمة السوفت وير، حاجة اسمها Transaction Isolation أو عزل العمليات. ايه هو معنى كلمة Transaction؟ الترانزاكشن هي مجموعة عمليات يا تنجح كلها يا تفشل كلها. أبسط مثال على العمليات وهو إنك بتحول فلوس من حساب لحساب. يا إما هتبعت الفلوس للحساب ده وكل حاجة بتبقى تمام، يا إما بترجع كل حاجة زي ما هي، الفلوس بترجع للحساب الأول وكل حاجة بترجع زي ما هي وكأن مفيش أي حاجة حصلت. يا العملية تنجح يا تفشل، مفيش أوبشن تالت. بس لما اتنين مستخدمين أو أكتر طبعا بيقروا نفس الحاجة، نفس البيانات، أو بيكتبوا في نفس المكان، بيحصل ممكن يحصل حاجة اسمها تضارب البيانات. فعشان انت تتجنب حاجة زي كده بيبقى عندك حاجة اسمها isolation level types. اول نوع وهو اسمه read and committed، وهو من اسمه ان انت ممكن تقرا بيانات هي لسه ما حصلهاش سيف، ودي بيخليك تقرا بيانات ممكن تكاد تكون غلط. اول نوع هو سريع. تاني نوع هو الريد كوميتد، وده بتقرا بيانات صحيحة ولكن بيبقى أبطأ شوية. تالت نوع هو الريبيتابل ريد، وده بيضمن لك ان الرو اللي انت قريته، مثلا زي حسابك في البنك او الاماونت بتاعك في البنك، ما يتغيرش على مستوى العملية بتاعتك. اخر نوع هو السيرياليزابل، وده اقصى نوع من انواع الحماية، وده مثلا بيستخدم في العمليات المالية في البنوك. طيب هل مستويات العزل دي بتبقى موجودة في قواعد بيانات تانية زي النو سيكوال؟ لا طبعا. نو سيكوال بيبقى هدفه الاسكالابيليتي والافيلابيليتي اكتر من ان هي من دقة البيانات، وعشان كده لو انت مهتم بالسرعة فانت هتضطر تستخدم نو سيكوال داتابيز. لكن لو انت مهتم بدقة البيانات فانت محتاج تكلم او تتعامل مع سيكوال سيرفر داتابيز. لو انت بتتعامل مع بيانات حساسة زي البنوك او فاينانشال عامة، انت ممكن تستخدم السيكوال وتستفاد بالاي سي اي دي بتاعتها. لكن لو بتتعامل او محتاج السرعة اكتر فانت ممكن تستخدم النو سيكوال. هل انت بقى قبل كده استخدمت العزل او الايزوليشن ليفل في النو سيكوال؟ لو حد عارف الاجابة دي ممكن يقول لي في الكومنت.